عملنا النهاردة بقى بيتزا. طعم جميل جدا وحاجة حلوة خالص 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 خالص. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا، بس عجينة البيتزا، وهنعمل بيتزا مش سايلة. احنا عملنا قبل كده البيتزا السايلة مع بعض. هنعمل النهاردة عجينة البيتزا. وهوريكم ازاي هنحشيها حشوات سهلة وبسيطة ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك ومشاركة للفيديو ومشاركة في القناة. هقول لكم الكمية اللي احنا هنعملها النهاردة. 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، عليهم رشة ملح، رشة زعتر، رشة يعني يعتبر معلقة صغيرة، معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة توم بودر، نص معلقة ملح. وكمية الدقيق 3 كوبايات دقيق. وهنحتاج نص كوباية زيت، يا إما زيت عادي يا إما زيت زيتون لو في الإمكان. وهنحتاج يا إما كوباية لبن، يا إما لو عندك زبادي ممكن تحطيه علبة زبادي. وطبعا الخميرة بتاعتنا معلقة كبيرة خميرة، وأنا محضراها طبعا شايفين. لازم تحضريها قبلها ب10 دقايق عشان تشوفي هي شغالة ولا لأ. هي الوقت الحمد لله ما شاء الله شغالة اهي. معلقة خميرة عليها معلقة سكر على نص كوباية مية دافية. هبدأ دلوقتي أحط الحاجات الجافة على الدقيق، الزعتر والثوم البودر والبصل البودر والملح. تمام. وهنزل بالزيت بتاعنا، نص كوباية زيت زي ما قلت لكم. حابين زيت عادي مفيش مشكلة، حابين زيت زيتون مفيش مشكلة اللي موجود. دي العجينة بس، وبعد كده لما تخمر ان شاء الله نتكلم في الحشوات بتاعتنا. هنزل بالخميرة بتاعتي شايفين ما شاء الله عليها. مهم جدا انك تختبري الخميرة بتاعت اي معجنات قبل ما تبدأي ب10 دقايق، لأنه ممكن تكون مش شغالة فتبوظ الدنيا معاك. وهعجن بقى كده، مش هنحط اللبن إلا لما نشوف العجينة بتاعتنا عاملة ازاي. يعني ما تحطش كل السوائل مرة واحدة على الدقيق، لأن هي احتمال متحتاجش سوائل كتير. طبعا الثوم البودر والبصل والزعتر عاطينها ريحة جميلة جدا. هعجن بقى العجينة بإيدي وأشوف. مش هتحتاج سوائل كتير، ده بيتوقف برضه على نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. دي شكل العجينة بتاعتنا اهي. هسيبها تخمر براحتها خالص من نص ساعة لساعة، سيبها تخمر على قد المدة اللي هتاخدها. وبعد كده هنبدأ الحشوات بتاعتنا، وأوريكم إن شاء الله هنعمل ايه. دي شكل عجينة البيتزا بتاعتنا اهي بعد ما خمرت، بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين الحجم متضاعف ازاي؟ أول حاجة طبعا هنهبطها تاني عشان ايه نشتغل بقى براحتنا. دي العجينة اهي بتاعتنا. الصلصة، بالنسبة للصلصة نحط معلقة صلصة، معلقة صلصة على كاتشب، على زعتر برضو، على فلفل، على بصل بودر وتوم بودر، وهنقلب كله كده مع الصلصة.
اللي حطيناه في العجينة هنحطه في قلب الصلصة والكاتشب. طبعا يا جماعة الصلصة لازم تكون باردة، نخلي بالنا الصلصة لازم تكون باردة، ما تكونش سخنة، وكمان ما تحطش عليها اي زيوت. لو حطيت عليها زيوت، الزيوت هتخلي الحشوات بتاعتنا تنزل من على عجينة البيتزا. تمام. دي الصينية اللي احنا هنعمل فيها البيتزا بتاعتنا. هقول لكم بقى على سر النجاح البيتزا في المطاعم: رشة سميد في قبل ما تحطي عجينة البسبوس، عجينة البيتزا، رشة سميد في الصينية. تمام. هنجيب العجينة بتاعتنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هنفردها في قلب الصينية. طبعا في ناس بيحبوها تخينة شوية، في ناس بيحبوها رقيقة. هنفرد العجين في قلب الصينية بتاعتنا كده. وهنرفع الجوانب بتاعتها كده من فوق. تمام. كده المنظر ده. شايفين ريحة العجينة بتاعتنا بصراحة من قبل ما البيتزا تتعمل ريحتها جامدة جدا. بس كده. هنجيب بقى شوكة وهنخرم العجينة بالمنظر اللي شايفينه ده. عشان العجينة بتاعتنا تتشرب الحاجات اللي احنا هنحطها، الحشوات اللي احنا هنحطها. طبعا في الوقت اللي انا بجهز فيه البيتزا مولعة الفرن. الفرن لازم يبقى سخن قبل ما ندخل البيتزا الفرن، لازم يبقى سخن على الأقل 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. بنحطها من تحت تاخد لون، وبعد كده بنطلعها تحت الشواية برضه تاخد لون بسيط كده. تمام. أول حاجة هنعملها الصلصة بتاعتنا على الكاتشب، على التوم البودر، على البصل البودر. مش هنحط كتير، احنا يا دوب بس هندهن العجينة بتاعتنا، مش هنكتر. ماشي؟ عشان برضه لو كترتي بتبقى الحشو هيسيب العجينة ويقوم واقع. الحشو اللي احنا لسه هنحطه عليها هيسيب العجينة ويقوم نازل. بس ده الشكل بتاعها. هنبدأ بقى بالحشو بتاعنا. انا هحشيها جبن وفراخ وزيتون. طبعا في ناس بتحب تحط
طماطم انا معلش مش هحط طماطم فيها، لان العيال عندنا ما بيحبوش الطماطم. هنحط كده ايه، هنوزع الحشوات بتاعتنا بنظام كده على البيتزا والفراخ. يعني ما تحطوش الحشوات كده بطريقه ايه عشوائيه. زيتون، قرن فلفل واحد كفايه على البيتزا بتاعتنا دي. هنزل بقى بالجبنه بتاعتنا الموتزاريلا، وهنحط طبقه تانية كمان. بس كده في شكل البيتزا بتاعتنا اهي. هدهن بس الطروف بتاعتها بلبن عشان تبقى واخده لون، وهدخلها الفرن على طول. بس هدخلها الفرن واوريكم شكلها ان شاء الله لما تطلع. هي بتقعد في الفرن تقريبا ممكن 10 دقايق. شايفين الجمال؟ دي شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما خلصت. طعم وريحة وجمال ما اقولكوش. اتمنى لو الوصفة عجبتكم متبخلوش علينا بلايك، مشاركة للفيديو، مشاركة في القناة. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.